السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي أبطال الصف الأول الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. معكم مستر محمد جودة. إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض تمرينات الدرس السادس على الوحدة السابعة من كتاب المدرسة مادة اللغة الإنجليزية ترم تاني منهج جديد صفحة 24 25 و26. فلازم نبدأ. الناس كلها ما تنساش تعمل لايك الفيديو عشان يوصل أكبر عدد ممكن من زمايلكم، وما تنسوش تدعمونا وتعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ويا ريت نبدأ. الناس كلها ما تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا سريعا نبتدي مع بعض. الدرس السادس معانا يا ولاد بعنوان ادفايس بلوج، يعني مدونه او نصيحه المدونه. خلاص، يعني حد بيدي نصيحه فيه من خلال مدونه. بيقول لي before you write let's get ready. هنا جايب لي question بيقول لي فيه have you ever written a blog؟ هل سبق لك ان كتبت مدونه؟ اكيد طبعا ممكن يكون فينا ناس كتبت وفي ناس ما كتبتش، فانا ممكن اجاوب واقول yes I have، يعني ايوه انا كتبت قبل كده مدونه. خلاص، هقول مثلا what was it about، يعني كانت بتتكلم عن ايه. ممكن اقول ان هي it was، يعني كانت بتتكلم it was about عن my typical day، يعني عن يوم يا أولاد المعتاد أو الروتين اليومي بتاعي يعني. طيب بعد كده بيقول لي target language، جايب لي طبعا القاعدة بتاعت must و mustn't و should و have و don't have to، طبعا شرحناهم كلهم. جايب لنا أيضا بعضا من الكلمات زي كلمة royal mummies اللي هي المومياوات الملكية، witness يشهد، preserve heritage يعني الحفاظ على الإرث، monuments الآثار، wisdom الحكمة، ancestors الأجداد، grand طبعا يعني كبير، blind يعني مصفوف، restore طبعا يستعيد، breathtaking جميل، pride فخور، exhibition معرض، civilization حضارة، highlight طبعا يعني يسلط الضوء على. هنا طبعا يا اولاد جايب لي طبعا قطعه بتتكلم عن الجران ايجيبشن ميوزيوم وعن زياره المتحف المصري الكبير. القطعه ده طبعا ما تهمناش في حاجه. ندخل بقى على القطعه بتاعتنا اللي بيقول لي اكمل المدونه بالكلمات المناسبه من الكلمات اللي انت خدتها هنا دي. خلاص، والموديل فيربس. تمام. طيب ناس تركز معايا. او هنا بيقول لي يا اولاد اكمل بالموديل فيربس، يعني بالافعال الناقصه اللي هم شود وشودنت وماست وماسنت وهاف تو ودونت هاف تو اللي احنا شرحناهم لسه من شويه. هنبتدي مع بعض. في البدايه بيقول لي هنا school is a place، المدرسة هي مكان where we learn بنتعلم فيه، grow بنكبر and work together وبنعمل معا. to make our school a better place، عشان نجعل المدرسة مكان أفضل for everyone لكل شخص. you not always be respectful، تكون محترم. يبقى أول حاجة you must، يعني يجب عليك أن أنت تكون شخص محترم. دي حاجة ضرورية مش حاجة نصيحة عشان أستخدم should. to your teachers مع معلميك and classmate وزمايلك. you not arrive on time، يعني تصل في الوقت المحدد. طبعا هنا دي نصيحة يبقى نقول له you should. خلاص، because being late لان انك تتاخر describe the class، طبعا هيأخر الفصل وهيشتته. students الطلبه ايه keep the school clean، يعني يبقوا المدرسه نظيفه. طبعا يجب عليهم، فانا ممكن استخدم طبعا كلمه have to. خلاص، and put rubbish in the bins، ولازم تخلوا المدرسه نظيفه وتضعوا القمامه في البنز السلات. you not shoot in the corridors اللي هو الممر. طبعا يبقى لا يجب عليك، لا يجب طبعا بمعنى mustn't. بعد كده بيقول لي as this makes the school too noisy، لان دي حاجه بتخلي المدرسه دوشه كبيره. everyone كل شخص bring their books، يعني يجيب الكتب بتاعته. يبقى كل شخص يجب عليه، يبقى almost. and materials والمواد بتاعته. every day كل يوم. finally اخيرا you not help new students، ساعد الطلبه الجديده. يبقى طبعا يجب عليك، يبقى اقول you should. and make them feel welcome، وتجعلهم يشعروا ان هم مرحب بهم. following these simple rules، اتباع القواعد البسيطة دي help create a safe and friendly school for all، يعني بيجعل المدرسة مكان آمن ومكان ودود لجميع الطلبة في المدرسة. طيب بعد كده يا اولاد بيقول write your own advice blog how to serve your local community. عاوزني اكتب انا بقى مدونه يا اولاد اتكلم فيها عن ازاي نحافظ على المجتمع من 80 طبعا ل 100 كلمه باستخدام قاعده طبعا should وshouldn't وmust وmustn't والحاجات دي كلها يا اولاد. الناس تركز معايا. عملنا طبعا المدونه هنا مع بعض بشكل بسيط وسهل. في البداية هقول serving our local community، الحفاظ على المجتمع بتاعنا is very important، دي حاجة بتكون مهمة جدا. لا يا أولاد، هقول طبعا في البداية إن إحنا الأول we should keep our street clean، يجب أن نبقي الشوارع بتاعتنا نظيفة and respect public places، وطبعا لازم إن إحنا نحترم الأماكن العامة. أيضا we must help elderly neighbors، يعني يجب إن إحنا نساعد جيراننا طبعا الكبار في السن when they need support، طبعا لما هم يكونوا محتاجين دعمنا لازم إن إحنا أيضا نساعدهم. ايضا يا ولاد هقول ان students الطلبه should join school، يجب ان ينضموا للمدرسه or community طبعا او للمجتمع. projects طبعا اللي هي المشاريع المجتمعيه to make عشان يجعلوا their area better، عشان يجعلوا المنطقه بتاعتهم طبعا تكون مكان افضل. ايضا we can نحن نستطيع plant trees نزرع اشجار and take care of parks، ونحن نهتم بالحدائق بتاعتنا
and we don't have to do big things. طبعا مش محتاجين نعمل اشياء كبيره to make طبعا a difference عشان نعمل طبعا اختلاف، يعني مش لازم ان احنا نكبر الموضوع قوي. خلاص. ايضا يا اولاد هقول we mustn't ignore people، اللي ما ينفعش ان احنا نتجنب او نتجاهل الناس النيد اللي محتاجيننا او محتاجين مساعدتنا because everyone deserves help، لان طبعا كل شخص بيستحق المساعده. ايضا at the same time في نفس الوقت we have to be kind، لازم نكون طيبين and respectful ومحترمين to others طبعا مع الاخرين. ايضا working together العمل معا makes our community بيجعل المجتمع بتاعنا اولاد stronger اقوى and happier وبيجعله طبعا مكان اكثر سعاده. تمام. ننزل بقى تحت على السيلف اسسمنت اولاد، او الاسسمنت كورنر اللي هو تقييم النفس. هنبتدي باسئله الفوكابلري. اول واحده معايا بيقول لنا the word heritage means كلمة earth معناها ايه يا اولاد؟ طبعا كلمة earth معناها ال ancient history يا اولاد، اللي هو التاريخ القديم بتاع البلد او الحضارة القديمة. التاني a museum المتحف is a place هو مكان where artifacts are حيث الآثار بتكون في ايه؟ طبعا الآثار بيتم عرضها في المتحف، يعرض طبعا بمعنى displayed. Number 3 The evidence of Sphinx in Luxor is a not walkway. طبعا هنا اولاد بيتكلم عن السفنكس اللي هو الممر بتاع طبعا السفنكس اللي هو ابو الهول والتماثيل اللي موجود في اللوكسور. بيقول طبعا ان هو بيكون مكان historical يعني مكان تاريخي. Number 4 preserve يحفظ means بتاعني ايه؟ طبعا يحافظ على معناها هي protect يحمي، الاثنين بنفس المعنى. Number 4 the word civilization كلمة حضارة refers to a community بتشير للمجتمع with not في أولاد طبعا بتشير لي أكيد الكالتشر اللي هي الثقافة بتاعة المجتمع and history وتاريخ البلد. ندخل بقى على جزء الجرامر. بيقول هناك أكمل باستخدام must have to should don't have to we mustn't. أول واحدة بيقول لي نحترم طبعا الأماكن التاريخية respect ancient monuments الآثار التاريخية طبعا يجب علينا، يبقى هقول we must، دي حاجة ملزمين نعملها. 2 You not take photos in no photo zones، انا بقول لك ما ينفعش تلتقط صور في المكان ده، ما فيش فيه صور بتلتقط هنا، ما ينفعش تصور هنا، يبقى هقول mustn't يعني لا يجب عليك. رقم 3 you sleep well تنام بشكل جيد it's my advice for you دي نصيحتي لك، يبقى طبعا اولاد يجب عليك، يبقى هقول له طبعا ايه you should، نصيحة يبقى استخدم should. 4 you not clean the room تنظف الغرفة I cleaned it myself أنا نظفتها بنفسي، يبقى أنت مش محتاج تنظفها، يبقى هيقول له you don't have to. You don't have to. 5 at my job في وظيفتي we wear a uniform يعني بنرتدي الزي المدرسي، طبعا يبقى we have to يا أولاد لازم إن إحنا نرتدي الزي المدرسي، حاجة ملزمين نعملها يبقى أستخدم have to. نيجي بعد كده بقى للسؤال الاخير معايا. بيقول لي اتكلم هنا عن ادفايس بلوج اعمل لي مدونه على شكل نصيحه، طبعا تضيف فيها اولاد بعضا من اليوسفول تيبس النصايح المفيده وين فيزيتنج ميوزيومز لما حد يجي يزور المتحف ايه الحاجات المطلوبه منه ان هو يعملها. ناس تركز معايا علشان الباراجراف ده من الباراجرافات المهمه. تمام. في البدايه اولاد هقول when you visit a museum لما انت بتزور المتحف، عندما تزور المتحف you should be quiet يجب ان تكون شخص هادي and respectful وشخص محترم. you must follow يجب عليك ان تتبع the rules القواعد and listen to the guides طبعا يجب ان تستمع للجايدز اللي هم المرشدين طبعا بتوعك. ايضا you mustn't touch the يعني لا يجب عليك ان انت تلمس ايه؟ طبعا تلمس الاكزابتس طبعا اللي هو المعرض او الحاجات اللي بتتعرض طبعا because they are valuable لانها طبعا بتكون كلها حاجات قيمه and historical وطبعا كلها حاجات واشياء تاريخيه. ايضا you should يجب عليك read the information cards يجب ان تقرا كارت المعلومات to learn عشان تتعلم more المزيد about the objects طبعا عن الاثار والاشياء اللي موجوده في المتحف. ايضا اولاد in some places في بعض الاماكن you طبعا don't have to يعني انت مش محتاج ان انت to take photos تلتقط صور but in others لكن في الحالات الاخرى you mustn't use a camera لا يجب ايضا انك تستخدم الكاميرا في اماكن ما ينفعش انك تصور فيها. طبعا you have to keep the museum clean يجب عليك ان تبقي المتحف مكان نظيف and respect others visitors وان تحترم الزوار الاخرين. وفي النهايه هقول لاولاد جمله اختم بيها، اقول طبعا ان visiting museums زياره المتاحف is a great way طريقه عظيمه to learn انك تتعلم about culture عن الثقافه and history وايضا عن التاريخ. وبكده يا اولادي وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى اذكر تكون استفدت من الشرح، اتمنى لو في حد استفاد من الشرح ما تنساش تدعمنا ويعمل لايك واشتراك في القناه ويفعل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم مستر محمد جوده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.